اهلا بيكم يا حلوين في فيديو جديد. النهاردة هشارك معاكم يومي من الاكل الصحي كامل. بدأت اليوم بشرب مية، شربت كوباية مية، وهعمل معاكم فطار خفيف كده. خدت بيضتين مسلوقين وخيار وطماطم، وخدت حبة بريتزل يكون نشويات وفي نفس الوقت صحية، يساعدني ان انا ابدأ يومي بطاقة عشان اعرف اذاكر واركز كويس. وبعد ساعتين من فطاري عملت كوباية نسكافيه وخدت معاها سناك بسيط عشان يساعدني اكمل مذاكرة بتركيز. لما تبدأوا تجوعوا شوية خدوا كوباية نسكافيه معاها اي سناك تحبوه. اقول لكم ان انتوا هتفضلوا طول اليوم مش جعانين خالص ولا مهبطين، وهيبقى عندكم طاقة تذاكروا، ولو حد بيعمل تمرين او حاجة هيبقى عنده طاقة جدا ان هو يلعب براحته. خدت سناك موزاية ومعاها مكعبين دارك شوكليت وحبة عين جمل صغيرين عشان العين جمل مفيد جدا للمذاكرة والذاكرة كمان. وهنا كان جه وقت الغدا. اخدت غدا متوازن بين البروتين والخضار والنشويات الصحية. اخدت الخضار يكون سلطة متنوعة من كل حاجة، وخدت البروتين سمكة معمولة في الاير فراير مش في الزيت، وهاخد 5 معالق رز احمر. وبعد الغدا عملت كوباية ينسون. وبعد الغدا بقى ب4 ساعات او 3 ساعات بدأت اعمل العشاء بتاعي. كان زبادي وحطيت عليه حبة شوفان، معلقتين مش اكتر، ومعلقة صغيرة شيا زيت، وحطيت حفنة من اللوز او اي مكسرات عندكم عادي، وهقطع عليها موز. ده عشا صحي جدا ومتوازن، ولو انتوا نفسكوا في حاجة مسكرة كده اخر الليل هيعجبكوا جدا، مش هيخليكوا جوع خالص لفترة طويلة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم متنسوش تدعموني بلايك وتعملوا سبسكرايب، ولو عجبكم المحتوى ده قولوني عشان اعمل لكم اكتر في الفيديوهات الجاية. باي باي.